لم يدر بخلد الفتى الأمريكي أحمد محمد الحسن أن حبه للاختراعات سيلصق به عدة تهم قد تصل إلى الإرهاب. أحمد السوداني الأصل حمل معه إلى مدرسته ذات صباح ساعة منزلية صنعها بنفسه، عرضها على معلم الهندسة الذي أشاد بها، لكنه نصح تلميذه بعدم تقديمها لأساتذة آخرين. لم يفعل أحمد، لكن الساعة أصدرت صوتا أثناء درس اللغة الإنجليزية. استطلعت المعلمة الأمر وقالت إنها قنبلة. نفى الفتى البالغ من العمر 14 عاما، لكن إدارة المدرسة استدعت الشرطة، فاعتقلت أحمد واقتادته مقيدا تلاحقه نظرات الاندهاش من زملائه. جاء 5 ضباط وبدأوا يستجوبونني وفتشوا أغراضي وصادروا حاسوبي والساعة التي اخترعتها. بعد ذلك نقلوني لمركز لاحتجاز الأحداث، وهناك خضعت للتفتيش ورفعت بصماتي والتقطت لي بعض الصور، ثم جاء والدي وغادرت المكان معه. انتشرت قصة الفتى وتصدرت صوره صفحات الصحف، وخاض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأمر بكثافة. حدث هذا في بلدة إيرفينغ القريبة من مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، وهي منطقة سبق أن اشتكى المسلمون فيها من الشكوك التي تلاحقهم. منع والدا أحمد من مقابلته أثناء التحقيق معه، وهذا خرق للقوانين التي تجيز للآباء مرافقة أبنائهم القُصّر في مثل هذه اللحظات العصيبة. ينتمي أحمد لأسرة سودانية هاجرت إلى الولايات المتحدة قبل سنوات، وخاض والده انتخابات الرئاسة السودانية الماضية. مرة أخرى تعود الشكوك والهواجس لتفرض نفسها على وجود المسلمين في المجتمع الأمريكي، انطلاقا مما بات يعرف بالإسلاموفوبيا دون تثبت من الوقائع.